صفر ابراهيم، الحكم صفر، الحكم صفر، الحكم. أغرب لقطة فوضوية في تاريخ الدوري الأسباني والدوريات الأوروبية، حكم يطلق صافرة النهاية لحظة دخول الكرة مرمى فالنسيا في آخر هجمة في لقاء فالنسيا وريال مدريد. حدث أغرب شيء ممكن، لاعبو ريال مدريد سجلوا هدف ثالث قاتل، وفي اللحظة نفسها أطلق الحكم صافرة النهاية. حالة من الهيجان والفوضى الكبيرة حدثت في الملعب مع الحكم تسببت في طرد بلينجهام وعصبية شديدة من فينيسيوس ولاعبي ريال مدريد بسبب هذا الظلم الواضح. مشهد غريب، مشهد عار على الكرة الأسبانية والتحكيم، مشهد لا يحدث في العمر سوى مرة واحدة، ولن يحدث سوى مع ريال مدريد لإيقافه، حيث سقط ريال مدريد مساء اليوم في فخ التعادل الإيجابي أمام فالنسيا بنتيجة 2-2 في إطار منافسات مسابقة الدوري الأسباني. التقى الفريقان اليوم على ملعب ميستايا ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا. أحرزه جذور الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 من رأسية، وأضاف رومان الهدف الثاني للخفافيش في الدقيقة 30 بعد خطأ فادح من داني كارفاغال. قلص النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الفارق للمارينجي في الدقيقة 45، وخطف فيني هدف التعادل القاتل للملكي في الدقيقة 76 برأسية قوية. بتلك النتيجة وصل نادي ريال مدريد تصدره جدول الدوري الأسباني برصيد 66 نقطة، بينما يأتي فريق فالنسيا في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.